السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عزيزي عامل ايه؟ ان شاء الله يا ابطالنا ابطال سكندري 2. ان شاء الله النهارده هناخد النوفمبر ريفيجن، هنتكلم فيه عن البيور ماس، فالكل يركز معايا قوي 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 عشان خاطر تبقى مراجعة مهمة جدا جدا للكل. وهنراجع مع بعض كل حاجة وهنحل اسئلة كتير، فركز معايا وما تنساش اللايك والشير والمتابعة. ويلا بينا نبدأ كده نراجع مع بعض. if f of x equal negative x minus 3 all power 2 plus 2. طب انا عايز اعرف دلوقتي الرسمه بتاعت الفانكشن دي فين هنا. بص كده، قلت لك الساين اللي جنب الاكس دي، الساين اللي جنب الاكس دي بتحدد لي الكيرف بتاعي هيبقى عامل كده ولا كده. طب عشان الساين نيجاتيف فاكيد الكيرف هيبقى باصص لتحت كده. اوكي كده الكيرف وش هيبص لتحت. طب يا مستر، طب يعني اكيد مش دي ولا دي بالظبط كده. طب البوينت فيرتكس بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ انت عارف بغير الساين اللي جنب الاكس، بخليها في الاكس، وال2 تنزل زي ما هي، يعني 3 و2. هي دي 3 و2، يبقى الجراف بتاعي هو ده الصح. اوكي ماشي، يلا بينا. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي 2 بص ركز معايا عشان النقطه دي مهمه قوي. 2 minus x minus 1 all power 3. اجيب الفيرتكس بتاعتي. طبعا انت عارف هتجيب الفيرتكس ازاي. اول حاجه يا حبيب قلبي، النمبر اللي جنب الاكس بحط بعكس اشارته هنا. طب والنمبر اللي بره اهو اللي هو ال2 دي اعمل فيها ايه؟ انزلها زي ما هي. تقول لي يا مستر ده بالنيجاتيف دي، ما انا قلت لك يا ابني النيجاتيف دي تخلي الرسمه بدل ما هي المفروض تترسم كده، لا تترسم العكس. اللي هي فين دي يعني يا مستر؟ بص بس على الفيرتكس 1 و2. 1 واطلع لحد 2 دي ماشي. 1 و2 لا دي نيجاتيف 2 ما ينفعش ما ينفعش ماشي. 1 و2 الرسمه هتترسم ازاي؟ عشان الساين نيجاتيف فاكيد هتترسم كده اللي هي كده. اوكي تعالى نكمل يا عزيزي. بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لي f of x equal 1 over x minus 2. اجيب الفيرتكس بتاعتي طبعا. فين الرقم النمبر اللي جنب الاكس اللي هو النيجاتيف 2؟ اخليه 2. مفيش حاجه بره يا مستر، يبقى 0. 2 و0. اوكي والساين اللي جنب الاكس بوزيتيف فالرسمه هتترسم عادي كده. اوكي طب يلا كده نبص كده، اكيد مش دي ولا كمان ماشي اي واحده من الثلاثه. بوينت في فيرتكس 2 و0. 2 في الاكس واطلع لا ده 0 لا مش هي دي. 2 0 اي هي البوينت فيرتكس دي، يبقى ده الحل بتاعي. اوكي دي البوينت فيرتكس بتاعتي. تعالى يا حبيبي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. ادي الابسوليوت فاليو، قال لك 1 minus x minus 2. طب انت شايف يا حبيبي ايه؟ والله يا مستر انا مش شايف حاجه، ما انا عارف طب انت مش شايف اي حاجه. طب النمبر اللي جنب الاكس ده بعكس الساين، خليها 2. النمبر اللي لوحده دوت زيرو زي ما هو. طب النيجاتيف دي تخلي بدل الرسمه بتاعت الابسوليوت تيرم كده تخليها كده. فين بقى 2 1؟ 2 1 اهي، هي دي. اوكي يلا نكمل بعد كده يا حبيبي. بيقول لك ايه؟ بص بقى، حلو قوي السؤال ده. بيقول لك absolute x minus 2 equal x plus 4. طب ازاي احل الاكسرسايز ده؟ قال لك عشان تحل الاكسرسايز ده ركز معايا قوي، انا هجيب لك كل الكيسز ورا بعض فركز معايا دلوقتي. قال لك عشان تحل الاكسرسايز ده يا عزيزي، اول حاجه بتخلي الاكس minus 2 زي ما هي، مره greater than or equal x plus 4، او تعكس الساين اللي جوه الابسوليوت نيجاتيف اكس بلس 2، اعكس كله smaller than x بلس 4. يلا نحل بقى، نجيب الاكسات مع بعض، اللايك تيرم مع بعض، الاكس تروح للاكس بالايه بالنيجاتيف صح، يبقى اكس ماينس اكس. ايه ده ينفع؟ في حاجه اسمها اكس ماينس اكس؟ ماشي ما علينا، راحوا مع بعض. هيتفضل نيجاتيف 2 جريتر ذان اور ايكوال 4. ايه الهبد ده؟ مرفوض طبعا، ريفيوزد. ماشي. طب هنا اجيب الاكسات مع بعض، حاول تودي الاكس الصغيره تروح للكبيره، يعني ده نيجاتيف اكس تروح للاكس، يعني اكس بلس اكس. الفور تروح بالماينس هناك، يبقى 2 ماينس 4. x بلس x اللي هي 2x greater than negative 2. اودي 2 بالديفايدد هناك، يبقى الاكس مالها يا شباب؟ الاكس greater than 2 negative 2 divided 2 negative 1. ده السوليوشن سيت بتاعتي from negative 1 لحد الانفينيتي دي اوبن. اوكي يبقى انا اول كيس عندي
لو في absolute equal حاجه فيها اكس، اول حاجه بعمل ايه؟ بقول مره جريتر ذان واسيب الساين زي ما هي، مره للذان، وبعكس كل الساين اللي جوه الابسوليوت. بحل الحل بتاعي، وديت الاكس بالنيجاتيف هناك، كنسلوا مع بعض عشان اكس ماينس اكس زيرو، يتفضل نيجاتيف 2 جريتر ذان اور ايكوال 4، وده طبعا ريفيوزد. اوكي. طب بص كده على بقى الثاني. اول حاجه جبت الاكسات مع بعض، اكس بلس اكس يعني 2 اكس، 2 minus 4 اللي هي نيجاتيف 2. طب يبقى معنى اودي 2 بالديفايدد يعني الاكس جريتر ذان نيجاتيف 1، يعني من اول نيجاتيف 1 لحد الانفينيتي. الانفينيتي دي اوبن على طول. ماشي. نيجي بقى للاكسرسايز اللي بعد كده، بيقول لي absolute x minus 4 equal absolute 2x minus 5. absolute equal absolute. ركز الاكس جوه الابسوليوت هنا، جوه الابسوليوت هنا. طب احل الاكسرسايز ده يا مستر؟ قال لك يا عم سيب الاكس ماينس 4 زي ما هي ايكوال، حط بوزيتيف اور نيجاتيف التاني، ويبقى عندي هنا two solutions. The first one ان الاكس minus 4 دي زي ما هي مرة equal 2x minus 5، والاكس minus 4 برضو اغير اشارة كل اللي جوه البراكت، negative 2x plus 5. اوكي. هات الاكسات مع بعض. ادي هات الاكسات مع بعض، الاكس تروح بالنيجاتيف جنب ال 2x يعني 2x minus x. هات ادي نيجاتيف 4 تروح بوزيتيف 5 هناك، يبقى نيجاتيف 4 بلس 5، يبقى 2x minus x equals x واحدة. نيجاتيف 4 بلس 5 equals 1. طب هنا اجيب الاكسات مع بعض، ان دي الصغيرة تروح للكبيرة، النيجاتيف 2x هتروح للاكس، يعني x بلس 2x، x بلس 2x equals نيجاتيف 4 هناك بالبلس، يبقى 5 بلس 4 يعني 3x equals 9. يعني الاكس بكام يا بطل؟ equal 3. يبقى الحل بتاعي 1 و 3. عرفت الفرق بين الاثنين؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟ طب ماشي، تعال نشوف بعد كده بيقول لي ايه. اوكي. بيقول لي هنا يا حبيبي absolute 2x plus 2 greater than 3. خلي بالك انا عندي حاجتين، اما greater than او less than. greater than ليها كيس وليس than ليها كيس تاني. قالك لو greater than بقى يا بطل، لو greater than اول حاجه هيطلع لي two solutions. اول حاجه اول مره الاكس بلس 2 greater than 3، ومره الاكس بلس 2 less than نيجاتيف 3. اودي 2 بالماينس يبقى الاكس greater than 3 minus 2 اللي هي 1. اودي 2 بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 3 minus 2 اللي هي نيجاتيف 5. عشان اعرف الحاله دي هرسم لك النمبر لاين الاول عشان تتخيل معايا الرسمه بس. ادي من اول 1، ادي نيجاتيف 5 سوري، وادي ال 1. هو قال لك ايه هنا يا بطل؟ قال لك يا باشا، قال لك الاكس جريتر ذان ال1، وال1 دي اوبن. هنا الاكس ليس ذان نيجاتيف 5، والنيجاتيف 5 دي برضو اوبن. ليس ذان صح؟ الحل بتاعي ايه؟ ايه ده الحل بتاعي يا مستر، اي حاجه ما عدا البيريد اللي هي ما بين النيجاتيف 5 وال1. اي حاجه غير دي الفتره دي، اي حاجه غير الفتره دي. طب يا مستر، طيب يعني ار ماينس اكسبت الحته دي من اول هنا لهنا، واعكسها بدل ما اوبن خليها كلوزد، عشان دي هشيلها، الحته دي كلها هشيلها. اوكي. يبقى الحل بتاعي اي حاجه ما عدا دول. يبقى من الاخر كده لو جريتر ذان هيطلع لي تو سوليوشنز، والانسر هيطلع ار ماينس. لو جريتر ذان هيطلع لي تو سوليوشنز، والانسر بتاعي هيبقى ار ماينس. اوكي. ار ماينس الفتره البيريد اللي طلعت لي دي هشيلها. اوكي. ولو هي اوبن اخليها كلوزد، لو كلوزد اخليها ايه؟ اوبن. زي هنا كانت اوبن خليتها ايه؟ كلوزد. اوكي. طب تعالى كده نشوف اللي بعد كده. بيقول لي 2x minus 5 less than ال 1. الليس than بقى بطريقه تانيه خالص، ودي اخر كيس عندي في الجزئيه دي. يبقى ال 2x minus 5 مره less than ال 1، ومره ده greater than نيجاتيف 1. بس خدناها كده في بريك 2 دي، اودي النيجاتيف 5 هنا وهناك، يبقى 2x less than 1 plus 5 6، نيجاتيف 1 plus 5 4. اودي 2 بالديفايدد هنا وهناك، يبقى يا مستر لحظه واحده يا حبيبي،
اودي 2 بالديفايدد هنا وهناك، يبقى الاكس less than 6 divided 2 هنا و4 divided 2 هنا، يبقى الاكس هنا ب 3 وهنا بكام؟ ب 2. يبقى الحل بتاعي from 2 to 3 ودي open، يبقى open. بيقول لي هنا بقى يا عزيزي the solution set of the equation absolute x minus 2 equal 3. هخلي مرة ال x minus 2 equal 3 ومرة ال x minus 2 equal كام؟ نيجاتيف 3، وهحلها equation عادية خالص. يعني هقول x minus 2 equal نيجاتيف 3. هودي 2 بالبلس يعني ال x equals 5 هنا. هودي 2 بالبلس يعني ال x equal كام؟ نيجاتيف 1. يبقى الانسر بتاعي نيجاتيف 1 and 5. يبقى ده السوليوشن بتاعي. تعال نشوف بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي ده solution set of the equation absolute. حلو ده. 5x minus 1 plus 4 equal 1. بص كده ركز معايا يا عزيزي. 5x minus 1 اود plus 4 equal 1. اودي ال 4 بالنيجاتيف هناك يبقى 5 absolute 5x minus 1 equal 1 minus 4 بالنيجاتيف 3. ايه ده؟ بالله عليك يا اخي، هو في absolute يطلع نيجاتيف؟ في absolute يطلع نيجاتيف؟ لا طبعا. يبقى الانسر بتاعي يبقى ايه؟ 5. تعالى بقى يا عزيزي نروح لجزئيه تانية. طيب ركز معايا، ان شاء الله الجزء ده هيبقى اسهل جزء بالنسبه لك في المنهج، بس ركز معايا قوي، الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل ان شاء الله. بيقول لي ايه؟ زمان قوي 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 لما كنت بقول لك ان انا لو عندي مثلا روت اكس بار 2، كنت بتقول لي يا مستر البار 2 يروح مع الروت يتفضل اكس، صح ولا ايه؟ لكن هنا مختلف شويه. قال لك لو روت a باور n، قال لك لو الباور ايفن لازم احط ابسوليوت. ليه؟ عشان ممكن اللي جوه الباور ده اللي تحت يكون نيجاتيف ساين، انا ما اعرفش، ممكن يكون بوزيتيف او ما اعرفش، صح ولا ايه؟ ما اعرفش الايه دي بوزيتيف ولا نيجاتيف، عشان الباور اللي فوق لو ايفن كده كده هيشيل النيجاتيف، فما اعرفش، فلازم أنا احط ابسوليوت. طب لو اود، قول لي ايه عادي نفس الساين بتاعت الايه، مش فارق. وقلت قبل كده ان اي حاجه في الدنيا باور زيرو بكام؟ ب 1. والباور لما يكون نيجاتيف بنعمل فلاب للنمبر. طب لما بعمل باي والبيز لايك للبيز، طالما البيز لايك للبيز وبعمل باي، يبقى بنزل البيز زي ما هي، بعمل بلس للباور. طب لو بعمل ديفايدد والبيز برضه لايك للبيز، هعمل ايه في الباور؟ اعمل له ماينس. طب ايه باور ام اول باور ان؟ الباور جاله باور يعمل له ملتبلاي، الباور جاله باور يعمل له ملتبلاي. يعني انزل الايه زي ما هي واقول a باور ام ان a باي a بي all باور n. الان دي بتاعت الاثنين مش بتاعت واحد بس، فهعمل ديستريبيوت للان هنا وهناك. اوكي بوزعها. طب بص كده a اوفر b all باور نيجاتيف n. الطبيعي لو الباور نيجاتيف بعمل ايه؟ بعمل فلاب للنمبر، يعني بدل ما هي a اوفر b تبقى b اوفر a، واخد الباور n عادي واوزعه فوق وتحت، يبقى ايه؟ b باور n اوفر a باور n. ركز بقى عشان الجاي ده مهم قوي 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 قوي، مهم جدا. قال لك لو قال لك ايه باور ان ايكوال 1، يبقى ال n بكام؟ قلت اي حاجه باور 0 ايكوال 1، يبقى اكيد ال n دي يا مستر بزيرو، عشان ايه باور 0 ب 1. وقلت لك قبل كده لو البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور، يعني ام قد ان. لو البيز قد البيز يبقى الباور قد ايه؟ الباور، يعني ام ايكوال ان. طيب يا مستر لو الباور قد الباور، استنى، لو الباور قد الباور هقول لك انا هتعمل ايه. لو الباور قد الباور بص على الباور الاول، هل الباور ده اود نمبر ولا الباور ده ايفن نمبر؟ قال لك لو الباور اود، لو الباور ده مثلا 3 3 5 فالباور قد الباور صح، بس اود نمبر. لو اود نمبر يبقى ليه قد البي على طول. طب لو الان ده ايفن نمبر، يعني لو الان ده ايفن نمبر مش اود نمبر، يبقى الباور، يبقى البيز برضو قد البيز بس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف.
ركز في النقطه دي قوي. طب اديني اكسرسايز يا مستر. مثلا مثلا قال لك ماشي a باور 2 equal b باور 2. مش الباور قد الباور؟ بس الباور ايفن. الباور ايفن صح؟ بقول a equal بوزيتيف اور نيجاتيف b. فهمت كده؟ ماشي، يلا نكمل. طيب لو جه قال لك بص يا حبيب قلبي، قال لك a باور n equal b باور n، بس ال a مش قد ال b. مش فاهم. يعني مثلا قال لك 2 باور x equal 5 باور x. ايه ده؟ الباور قد الباور، يبقى البيز قد البيز، والتو قد التو قد ايه؟ التو قد الفايف ازاي؟ طبعا يا مستر حاجه مش منطقيه طبعا، حاجه مش منطقيه. يبقى الباور قد الباور بس البيز مش قد البيز. مستحيل التو تبقى قد الفايف الا في حاله واحده، لو الباور بزيرو. لان اي حاجه باور زيرو بكام يا حبيبي؟ ب1. ساعتها هقول له ان الباور بكام؟ بزيرو. ماشي، تعال نحل الاكسرسايز الاولاني. انا عايز اخلي البيز قد البيز عشان يبقى الباور قد الباور، فال8 دي هكنسلها واخليها 2 باور كام؟ 2 باور 3. طب كده البيز قد البيز يا مستر، يبقى الاكس بلس 2 بلس 5 ايكوال 2، او قد ال5 بالماينس هناك، يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 3. لا ده المفروض ان 5 بلس اكس، اكس بلس 5 ايكوال 3. لو البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور يا شباب. يبقى ال5 اكس بلس 5 ايكوال 3، نودي ال5 بالماينس يعني الاكس بنيجاتيف 2. قلت لك قبل كده يا حبيبي ان اي حاجه باور 0 ب1، يعني اكس باور 2 ماينس 4 ايكوال 0. نودي ال 4 بالبلس يعني الاكس باور 2 ايكوال 4. عشان امشي الباور 2 اجيب روت، يعني الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. اكس باور اكس بلس 2 ايكوال 4 بالباور اكس بلس 2. لو الباور قد الباور يبقى البيز قد البيز. فاكر لو قلت لك لو الباور ايفن او لازم تقول بوزيتيف اور نيجاتيف ولا ايه؟ خلي بالك من النقطه دي. يعني الاكس ممكن تكون ب 4 او نيجاتيف 4، صح ولا ايه؟ او مش لو مش ممكن قلت لك ان الباور يكون بزيرو، عشان كده ممكن يبقوا قد بعض. ممكن يا مستر. يعني ممكن الاكس بلس 2 دي تكون بزيرو، صح ولا ايه؟ نوديها بالنيجاتيف يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2. يبقى عندي 3 سوليوشنز. اوكي، لان ممكن الباور يكون بزيرو. لو الباور بزيرو خلاص ده بقى ده 1 ده 1 قد بعض برضه، صح؟ يبقى لازم افترض 3 سوليوشنز. طب بعد كده بيقول لي 2 باور اكس ملتبلاي 3 كيوب ال4 ايكوال الهبد ده كله. يا عم ريح نفسك، مش الاكس هنا دبل باي ودي بالديفايد هناك ويز كالكوليتر. يعني 2 باور اكس ايكوالز اوفر كيوب روت ال4. شوف الانسر بتاعها. شوف الانسر بتاعها هيطلع ازاي. تعال نشوف بقى بالكالكوليتر الدنيا هتمشي ازاي. هتطلع بالكالكوليتر 1 اوفر 4. يا عم ماشي، يبقى 2 باور اكس ايكوال 1 اوفر 4. ال 1 اوفر 4 دي انا عايز اخلي في 2 عشان اقول البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور. انت طبعا عارف طبعا ان ال 2 باور اكس ايكوال اطلع ال 4 فوق هتبقى بالنيجاتيف، يبقى 4 باور نيجاتيف 1. وال 4 دي يعني 2 باور 2 مش كده؟ يعني اشيل ال 4 دي واحط مكانها 2 باور 2. يعني 2 باور اكس ايكوال الباور جاله باور اعمل له ملتبلاي يبقى نيجاتيف 2. يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2. تعالى الدنيا لذيذه جدا، خلي بالك. يلا نكمل. بص بقى الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي 4 باور اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال ايه؟ باور نيجاتيف اكس. طيب انا عايز اخلي البيز قد البيز عشان اقول الباور قد الباور. ال4 دي مش 2 باور 2، وال8 دي 2 باور 3. اه يبقى الباور جاله باور اعمل له ملتبلاي هنا وهناك، يبقى 2 باي اكس باور 2 2 اكس باور 2 2 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2. ال 3 باي نيجاتيف اكس بنيجاتيف 3 اكس. طالما البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور، يعني 2x باور 2 ماينس 2 هي النيجاتيف 3x. ادخلها جوه بالبلس جوه هناك، يبقى 2x باور 2 بلس 3x ماينس 2 ايكوال 0. امسك الكالكوليتر او المود 53 واحل.
مود 5 3 مود 5 3 هنا 2 3 نيجاتيف 2 يبقى الانسر طلع لي الاكس ب 1 اوفر 2 ونيجاتيف 2 يبقى طلع لي 2 سوليوشن اكس ب 1 اوفر 2 والاكس بنيجاتيف 2. تعال نشوف بعد كده. بص بقى، واحد يشوف المسألة دي كده يعيط. يا ابني اهدى يا ابني. بص فوق كده، هل في حاجة مشتركة في التلاتة؟ خد أصغر باور 3 باور اكس. خد 3 باور اكس كومن فاكتور. خد أصغر باور. اخد 3 باور اكس كومن فاكتور. خدت 3 باور اكس يتفضل 3 باور 2 اكس. خدت 3 باور اكس يتفضل 3 باور اكس واحدة. خدت 3 باور اكس يتفضل 1. ايه ده هي نفس اللي تحت. قلت لك ما تستعجلش بقى. شفت بسيطة ازاي؟ لما خدت 3 باور اكس ده طلع زي ده، كنسلناهم مع بعض. يعني 3 باور اكس ايكوال 1 اوفر 9، اطلعها فوق. يبقى ال 9 دي يبقى 9 باور نيجاتيف 1، وال 9 دي يعني 3 باور 2 صح؟ يعني 3 باور اكس، الله اكبر الله أكبر. يعني 3 باور اكس ايكوال 3 باور نيجاتيف 2، يبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2. اوكي؟ لذيذة ان شاء الله. هنا برضو احلها ازاي يا مستر؟ طب يا عم، لو انت حسيت ان انت هتعطل حاول تفك كده. يعني خلي دي 2 باور اكس ملتبلاي 2 باور 1، عشان لما بعمل باي بلس للباور فكيته، بس فكيت بلس 2 باور، افك ده كمان 2 باور اكس ملتبلاي 2 باور 1 ايكوال 15. ده مشترك هنا وهنا يا مستر، خده بره الكومن فاكتور. يبقى 2 باور اكس خدتها بره الكومن فاكتور، دي نيجاتيف 1 خدت 2 باور اكس كومن فاكتور يتفضل 2 باور 1 اللي هي 2، و2 باور نيجاتيف 1 صح اللي هي 1 اوفر 2 شقلبتها ايكوال 15. طيب ده 2 ونص ده صح؟ يبقى 2 باور اكس بلس 2 اند هاف ايكوال 15. ده بالباي اوديه الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد. يعني 2 باور اكس ايكوال 15 اوفر 2 ونص. ماشي، تطلع بكام بالكالكوليتر؟ 15 divided 2 and half تطلع ب 6. يعني 2 باور اكس ايكوال كام؟ 6. طيب ماشي. ده اصلا دي 5 مش 15 يا ابني. مش تقول لي يا ابني، مش تقول لي يا ابني دي 5 يا ابني، ما تتعبنيش. دي 5 ماشي. انا ما اثرتش في الحل اصلا يعني. ماشي، يبقى 5 divided 2.5 تطلع بكام؟ تطلع ب 2. يبقى الاكس بكام؟ طالما البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور، يبقى الاكس بكام يا بطل؟ الاكس ايكوال 1. اوكي؟ ماشي، تعالى بعد كده شوف بيقول ايه. موضوع بسيط والله. والله موضوع، انا عملت ايه هنا عشان بس الناس اللي تهت مني. انا فكيت ده، فكيت ال 2 باور اكس بلس 1 فكيته، وفكيت 2 باور اكس ماينس 1، وخدت ال 2 باور اكس مشترك بره كومن فاكتور يتفضل 2 باور 1 اللي هي 2 بلس 2 باور نيجاتيف 1 اللي هي هاف يعني نص. دول كده 2 اند هاف بالباي اوديهم بالديفايد طلع ب 2. اوكي؟ يبقى طالما البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور، يبقى الاكس بكام؟ ب 1. واحد يقول لي يا مستر لا هو يا مستر مش ايه الهبد ده يا عم؟ خلاص ده مضايقك الشكل ده. طب يا عم خلاص، لما تلاقي حاجه زي كده اعتبر نفسك ان انت خلي ال 5 اوفر اكس خليها واي مثلا. شيل 5 اوفر اكس خليها واي، يعني واي بلس 1 اوفر، خليها بس واي دلوقتي 125 اوفر واي ايكوال 30. هنعمل ملتبلاي واي في كله. اوكي؟ في كله عشان اضيع الفراكشن ده، ما انا عايز اخلص من ده. يبقى واي باي واي، واي باور 2 بلس الواي لما عملت لها باي واي راحت مع دي خلاص 125 ايكوال 30 واش. ادخل دي بالماينس جوه، يعني الواي باور 2 ماينس 30 واي بلس 125 ايكوال 0. بالآلة مود 5 3 مود 5 3. أول حاجة 1 نيجاتيف 30 125 تطلع مرة الإكس، هتطلع مرة الواي ب 25 ومرة الواي ب 5. طيب مش أنت قايل الواي دي اللي هي ال 5 باور إكس؟ طب خلاص شيل الواي دي حط مكانها 5 باور إكس بقى دلوقتي.
شفت انا لما حطيت مكانها واي عشان ما تتخضش بس. يلا 5 باور اكس، 5 باور اكس، مش ال 25 دي 5 باور 2، يبقى 5 باور اكس ايكوال 5 باور 2، يعني الاكس ب 2. وطالما البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور، يبقى الاكس بكام؟ ب 1، يبقى الاكس ايكوالز 1. تعال نشوف دوت. ظبط دي الاول مش الاي دي، خلي الباور على الروت، يعني ايه باور 3 اوفر 5 ملتبلاي، خلي الباور على الروت، الروت هنا 2 يبقى ايه باور 3 اوفر 2. لما بعمل باي قلت بعمل بلس للباور، يبقى ايه باور 3 اوفر 5 بلس 5 اوفر 2 بلس 3 اوفر 5 بلس 3 اوفر 2 بالآلة كده يا باشا، نعمل لهم بلس لبعض. 3 اوفر 5 بلس 3 اوفر 2 تطلع ب 21 اوفر 10. مش وقتك يا عم انت، استغفر الله العظيم. 21 اوفر 10. واحد يقول لي يا مستر فين 21 اوفر 10؟ اكيد مش دي 3 اوفر 7 ودي 14 اوفر 7 ودي اكيد دي يعني. عايز تعرف منين؟ هقول لك منين. ليش اشمعنى دي يا مستر؟ هقول لك انا يا عم، مش دي ايه باور 2 ملتبلاي ايه باور، خلي الباور على الروت، صح ولا ايه؟ وانا لما بعمل باي بلس الباور 2 بلس 1 اوفر 10 تطلع بكام؟ 21 اوفر 10. اوكي ماشي. بس اختار دي خلاص يعني، مش ناقصه فلسفه يعني. طيب لسه حلين دي من شويه، اخلي ال دي 2 باور 3، ممكن احلها بطريقه تانية يعني، بس خليك في دي بس الوقت. يبقى 2 باور اكس بلس 1 ايكوال 2 باور 3. طالما البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور، يعني الاكس بلس 1 ايكوال 3، نوديها بالماينس يبقى الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى الاكس ايكوال كام؟ 2. خليت البيز قد البيز وبالتالي الباور قد الايه؟ قد الباور، صح؟ ماشي يا عزيزي، يلا نكمل. ونكمل يا عزيزي مراجعتنا ان شاء الله. تعالى كده نشوف ايه هو الاكسبوننشال فانكشن. اكسبوننت يعني باور، اكسبوننت يعني باور، يعني الباور بتاعي بيبقى فيه اكس. اوكي، اكسبوننشال جاي من كلمه باور، اكسبوننت يعني الباور بتاعي بيبقى فيه ايه؟ اكس. اوكي. طيب قال لك في شرط مهم قوي قوي قوي، قال لك ان الايه اللي تحت دي لازم تكون بوزيتيف نمبر. الايه لازم تكون بيلونج للبوزيتيف ريل نمبر، ما عدا ال1. ما ينفعش الايه دي تكون ب1، اي رقم في الدنيا بوزيتيف الا ال1. فقال لك ايه في الاف اوف اكس ايكوال ايه اكس اكس is an exponential function لما الايه belong any number real ويكون بوزيتيف بس ما عدا ال1. ورسمتها سهله قوي قوي قوي، يعني بيقول لك ايه مثلا، قال لك لو الايه، لو النمبر ده البيز ده نمبر ما بين الزيرو وال1، يعني هو نص تلت ربع كده يعني، ديسيمال. اوكي، قال لك الرسمه بتاعتي بتبقى كده، لو الايه ما بين سوري لو الايه ما بين الزيرو وال1، اوكي، نمبر اصغر من ال1 بتبقى جايه من فوق ونازل لتحت. اوكي، تبقى جايه من فوق ايه نازل لتحت كده. اوكي. طب يا مستر، طب يعني ايه اللي بيحدد البوينت انها اتخبطت هنا او هنا او هنا في الواي اكسس؟ هفهمك بس ركز معايا الاول. طب لو الايه اللي تحت ده اكبر من 1، باجي من تحت كده بص، جاي اخبط في الزيرو بس ما خبطتش، هخبط بس ما خبطتش، بص شايفين؟ ما خبطت، قمت طالع لفوق كده، شايفين؟ طب يا مستر البوينت 0 1 دي حددتها ازاي؟ قال لك يا حبيبي لو انت مثلا عندك فانكشن زي دي f of x equal ax باور 1، a باور x سوري. طب الرقم اللي جنب الاكس هنا كام؟ قال لي، قلت له يا مستر ما فيش، يبقى 0 في الاكس. طب كام في الواي بقى؟ في حاجه هنا بره؟ لا طبعا ما فيش، يبقى 0 في الواي. قال لك اه في 0 في الواي، اه بس زود على الواي 1، بنزود على الواي 1، يعني بدل ما هي 0 نخليها 1، عشان كده خبطت في الواي اكسس في 0 1. اوكي. طيب تعالى كده نشوف اكسرسايز كده سريعا على الكلام ده. قال لك الواي ايكوال 2 اكس 2 باور اكس بلس 1. طب بص كده الفيرتكس بتاعتي ايه؟ جنب الاكس في حاجه يبقى 0، مفيش. طب ال1 يا مستر اللي بره ده زود عليه 1 في الواي خليه 2، يبقى هيخبط في 0 و2. وعلشان ال2 اللي تحت دي رقم اكبر من ال1 فهطلع كده لفوق.
اوكي، هقول معلومه بس الناس اللي مركزه، الله يرضى عنك ركز ركز. هو يا مستر انت في الرسمه اللي فاتت كنت مقرب قوي من الزيرو زيرو وانت طالع، طب ليه طلعت كده قبل الوان كده وطلعت ده الوان؟ ليه طلعت كده قبل الوان كده بحته بسيطه وطلعت؟ قال لك اللي بيحدد الكيرف بتاعي قريب من الزيرو ولا قريب من ال1 ولا ال2 ولا 3، الرقم اللي بره ده اللي هو ال1 قبل ما تزود عليه 1. فانت ده 1 صح، فانت هتطلع قبل ال1 بحته بسيطه كده كده وتطلع لفوق. تعال نشوف التانية هتفهم اكتر. الرقم اللي جنب الاكس بنعكس اشارته، بدل ما هي نيجاتيف 1 اخليها 1. الرقم اللي بره خالص اللي هو مفيش ازود عليه 1 يبقى 1 1 1 او 1 وايه 1. الرقم هنا زيرو، خلاص امشي من زيرو زيرو زيرو، افضل ماشي على الزيرو على الزيرو لحد ما هوب خبطت دي الفيرتكس بتاعتي. يا مستر بص كده، انت قلت لي حاجه مهمه قوي، ايه يا حبيبي؟ قلت لي ما ينفعش الرقم اللي تحت ده يكون نيجاتيف. بقول لك يا ابني النيجاتيف بره خالص اصلا، بره براكت، اكنك مش شايف، ما تشوفهاش. تعال نرسم الرسمه دي كده. تعالى بقى نشوف هنا. قلت لك لو البيز هنا نيجاتيف، قلت لك انت بالنسبه لك يا حبيبي هتقول لي ده مفيش صح ملهاش سوليوشن، لا ليها سوليوشن لان النيجاتيف بره، بره دي اكسبوننشال عشان نيجاتيف بره. طب بتترسم ازاي لو نيجاتيف؟ ادي الاكس اكسس وده الواي سوري وده الاكس اكسس. تعالى بقى نشوف هنرسمها ازاي. بص يا عزيزي، اول حاجه بيقول لي الاكس هنا مالها هاف، يعني الرسمه هتبقى نازله كده صح ماشي. الفيرتكس بتاعتي مفيش حاجه فوق يبقى زيرو، مفيش حاجه هنا يبقى 1 يبقى زيرو 1 مش كده، زيرو 1 زيرو واطلع لحد ال1 اهي. اوكي دي الفيرتكس بتاعتي. طب المفروض ان انا نازل، انزل 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 ماشي اهو بس مش شايف أهو. اوكي ودي الفيرتكس بتاعتي. قال لك النيجاتيف دي بتعمل ايه بقى؟ بتعكس الفانكشن بتاعتي او بتعكس الكيرف، بتعمل له ريفليكشن على الاكس، بيتعكس على الاكس. بدل ما هو عامل كده، يعني بدل ما انت شايفه نازل كده لا يتعكس الناحيه التانيه كده. فهمت؟ فهمت النيجاتيف دي بتعمل ايه؟ فهمت النيجاتيف بتحصل بيعمل ريفليكشن للكيرف، بيعكسه. وبالتالي بقى لو قال لي هنا عاوز الدومين هنا ار، بص على الاكس على الشمال لليمين الدومين ار. طب الرينج بص على الواش، انا بدات منين؟ هنا بدات من اول بص على الواي بدات من اول 1 صح، لحد ما انت طالع لحد الانفينيتي، بس ما لمستش ال1. انا بدات بص الكيرف قريب من ال1 بس ما لمسوش، يبقى من ال1 لحد الانفينيتي وال1 اوبن ودي انكريزنج. اوكي طب هنا برضو من الزيرو، الرينج من الزيرو بس اوبن الزيرو لحد الانفينيتي. طب هنا الرينج منين؟ من اول نيجاتيف انفينيتي من تحت لحد ما وصلت لحد الزيرو، ده الرينج بتاعي. اوكي قال لك هنا بقى ايه؟ ناخد بقى الجزء الكالكلس بتاعنا يا شباب. جزء سهل قوي ان شاء الله، بس قبل ما هقول كده حاجه سريعه بعد كده نحل على طول. قال لك اي رقم اوفر انفينيتي بزيرو، any number over infinity بزيرو. لو لقيت سؤال زي ده الباور اللي فوق قد الباور اللي تحت، الاكس باور 1 والاكس باور 1 صح، يبقى الانسر هيبقى الكوفيشنت بتاعهم اللي هو 2 اوفر 3. الانسر يبقى كام؟ 2 اوفر 3. تعال نشوف اللي بعد كده. نفس الفكره نفس كل حاجه، طالما الباور اللي فوق هو نفس الباور اللي تحت يبقى انت تحل عادي، يبقى الكوفيشنت بتاعهم هو الانسر. يعني كام؟ يعني 2 اوفر 3. اكبر باور فوق هو اكبر باور تحت يبقى الانسر هو 5 اوفر نيجاتيف 7. راح دماغك هنا خلي بالك،
اكبر باور فوق هو نفس المسألة اللي فاتت. اوكي ماشي سوري. طب هنا المفروض البار اللي فوق هل هو نفس البار اللي تحت؟ لا. فالطبيعي ان انا بعمل ايه؟ م? طب خلي بالك بقى، لو اكبر بار فوق مش هو اكبر بار تحت، في الحالة دي بقى نعمل ايه؟ قال لك شوف اكبر باور شوف الباور اللي تحت ده، شفته قال لك اعمل اوفر الباور ده، يعني تعمل اوفر اكس باور 3 هنا، اوفر اكس باور 3 هنا، اوفر اكس باور 3 هنا، وهنا كمان، عشان بينهم بلس وماينس. ها دي تفضل 2 اوفر اكس ماينس 9 اوفر اكس باور 3 تحت، ده راح مع ده يتفضل 3 ماينس 7 اوفر اكس باور 3. حط الاكس بانفينيتي، 2 اوفر انفينيتي بزيرو، 9 اوفر انفينيتي بزيرو، 7 اوفر انفينيتي بزيرو، يبقى الانسر بتاعي يبقى ايه؟ 0 اوفر 3 اللي هي 0. فهمت؟ يبقى لو البار اللي فوق ده البار اللي فوق مش زي البار اللي تحت، اوكي، بتقسم على اكبر باور تحت في الدومينيتور. تعال نشوف بقى بعد كده. اكبر باور تحت هنا ايه يا حبيبي؟ هتقول لي مستر ده اكس باور 2، اقول لك غلط، ده ليها روت يبقى اكس باور 1، صح ولا ايه؟ ايه ده؟ هنا ممكن احلها والله ممكن تحلها من غير ما تعمل ديفايد على اكبر باور تحت، مش دي اكس باور 1؟ يبقى الحل الرقم اللي جنب الاكس هنا والرقم اللي جنب الاكس باور 2، بس لما اعمل له روت تبقى 5 اوفر كام؟ 3. واحد يقول لي مستر انا هقسم على اكبر باور هنا، طب فين اكبر باور في الدرومينيتور؟ لا مش اكس باور 2، ده انا هدخل الاكس باور 2 هنا وهناك، يعني كنت بعمل اوفر اكس باور كام؟ 3، مش كده؟ فانا هعمل اوفر اكس باور 3 هنا وهناك. طب يلا نعمل اوفر اكس باور 3، ندي دي اكس باور 2، ندي دي اكس باور 1، ودي برضو نعمل دي اكس باور 1 ودي اكس باور 2. يبقى الحل بتاعي هيكون اكس ماينس 1 اوفر اكس، ما انا وزعت الباور 3 على الاثنين، ملتبلاي اكس باور 2 بلس 1 اوفر اكس باور 2 تحت اكس باور 2 اوفر اكس باور 2 5x minus 1 all over x. هعمل ده over x ده over x x over x 1 minus 1 over x multiply x power 2 divided x power 2 1 plus 1 over x power 2. ده راح مع ده خلاص. 5 over x 5x over x راحوا مع بعض 5 minus 1 over x. قلت لك هنعوض مكان الاكس بانفينيتي، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ 1 minus 1 over infinity 0 0 0. هيتفضل ايه؟ هيتفضل 1 سبيس بس 1 multiply 1 over 5 minus 0، يعني 1 over 5. اوكي، يبقى اعمل ديفايد اكبر باور في الدينومينيتور. ماشي. بعد كده خدنا ليميت لما الاكس ابروش للزيرو لو مديني تريجونومتريكال فانكشن، يعني قال لك فيها ساين وكوتين وكوزاين. قال لك لو ساين A x over bx نفس الفورم دي قدامك، يبقى الانسر بتاعي الليميت لما الاكس ابروش للزيرو الانسر هيبقى A over b. اوكي، A over كام؟ b. طب ليميت لما الاكس ابروش للزيرو، وقال لك هنا ماشي تان برضو نفس الفكره، تاني x over bx يبقى الانسر بتاعي يبقى A over b. ليميت لما الاكس ابروش للزيرو لك 1 ماينس كوزاين اكس اوفر اكس، كل الفورم دي كده ايكوال ايه؟ ايكوال 0. طب تعالى كده نشوف الاسئله ونكرر. هنا طالما ده هو ده يبقى الانسر بتاعي يبقى 3 اوفر 4. الساين طالما ده هو ده يبقى الانسر بتاعي يبقى 3 اوفر 4 اوفر 1، يعني 3 اوفر 4. طب هنا يا مستر اعمل ايه بقى؟ قلت لك يا حبيبي لو انت لقيت حاجه زي كده هتعمل اوفر اكس اب اند داون، ساين 5x اوفر x to ساين 3x اوفر x، صح ولا ايه؟
مش ده هو ده، يبقى الانسر بتاعي يبقى 5 اوفر 1 اللي هو 5. سيب ال 2 زي ما هي تحت. الانسر بتاعي يبقى 3 اوفر 1 اللي هي كام؟ 3 صح ولا ايه؟ يبقى 5 اوفر 6. بعد كده بيقول لي يا ابني اعمل اوفر اكس اب اند داون، يعني 2x اوفر اكس بلس ساين، ما انت عارف هتوزع الاكس هنا وهنا عشان بينهم بلس، و10 5x اوفر x. طب الاكس راحت مع الاكس، يتفضل كام؟ 2. يتفضل 3 اوفر 1. يتفضل 5، يعني 5 اوفر 5 اللي هي بكام؟ ايكوال 1. هنا نفس الفكره يا شباب. بص بص، حلو قوي السؤال ده، عجبني عجبني. هتعمل اوفر اكس باور 2 اب اند داون. ثواني اظبط دي كده بس. هتعمل اوفر اكس باور 2 اب اند داون، يبقى 10 باور 2 2x اوفر اكس باور 2 اوفر 3 اوفر اكس باور 2. مش كده ولا ايه؟ فهتقول equal 10 2x over x all باور 2. ما دي باور 2 دي باور 2، يبقى all باور 2 over 3x باور 2 over x باور 2. مش انت المفروض تعمل over x باور 2 up and down؟ ده راح مع ده، الانسر بتاعها هيبقى 2 صح باور 2 اللي هي 4 over 1 اللي هي كام يا حبيبي؟ 4. ده في تحت 3 يا عم، 4 over 3 اللي هي 4 over 3. نفس الفكرة يا حبيبي. هتعمل اوفر اكس باور 2 اب اند داون. احنا حلينا دي ولا لا؟ اعتقد حلينا، لا ما حليناش. طب يلا بقى نحل السؤال ده، سؤال لذيذ قوي. بيقول لك هنا يا عزيزي tan باور 2 tan سكوير 2x اوفر x باي ساين 3x. تحت في x باور 2 عشان x باي x باور 2. هعمل اوفر x باور 2 اب اند داون، يبقى tan باور 2 2x اوفر x باور 2 اوفر x اوفر x، وهوزع الاكس باور 2 هنا وهنا ايكوال. المفروض ان كل ده اول باور 2، لسه قايلها من شويه. يبقى الحل بتاعي يبقى 2 اوفر 1 بس باور 2 صح؟ وده راح مع ده ساين 3 اكس تبقى 3. 2 باور 2 4، يعني 4 اوفر 3. بعد كده خدنا حاجه اسمها الكوزاين رول. الكوزاين رول دي قال لك لو عايز السايد، لو عايز ايه مثلا باور 2 ايكوال بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس 2 بي سي كوزاين ايه، وبي باور 2 ايكوال سي باور 2 بلس اي باور 2 ماينس 2 سي اي او اي سي كوزاين بي، والسي باور 2 ايكوال اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس 2 اي بي كوزاين سي. طب لو عايز كوزاين ايه، كوزاين ايه اللي هي البي باور كوزاين ايه بي باور 2 بلس سي اوفر باور 2 ماينس اي باور 2 اوفر 2 بي سي، وكوزاين بي سي باور 2 بلس اي باور 2 ماينس بي باور 2 اوفر 2 سي اي، وهكذا بقى. طب تعال نحل بقى نشوف الكوزاين رول دي بتقول ايه. قال لك يا سيدي in triangle x y z the expression x باور 2 plus y باور 2 minus z باور 2 over 2 xy ده بيعبر عن مين؟ ها كوزاين مين؟ كوزاين z. لسه قايلين. طب لو قال لك y باور 2 plus z باور 2 minus x باور 2 equal to yx باي، ها هو ده بيعبر عن مين؟ ده كوزاين، كوزاين مين ده؟ مش ده كوزاين الاكس؟ طب بص كده، هحاول اكتبها هنا كده. مش المفروض ده كوزاين اكس عبارة عن ايه؟ والله يا مستر هتقول لي كوزاين اكس ده عبارة عن y باور 2 بلس z باور 2 ماينس الاكس باور 2 على 2 y z صح؟ طب لو تبص عمل ايه؟ ودى ال 2 y z هنا بالباي، ودى هناك بالايه؟ بالتايم صح؟ يبقى كوزاين اكس باي 2 y z، يبقى الانسر يبقى كوزاين مين؟ كوزاين اكس. الانسر بتاعي يبقى كوزاين اكس. ده الرول بتاعتي. مديني ال 5 والام ب 7 والان ب 60. مديني تو سايدز والانجل اللي ما بينهم. عايز الان. انتوا عارفين ان الان باور 2 ايكوال ها ده باور 2 بلس 7 باور 2 ماينس
2 باي 5 باي 7 كوزين الانجل اللي ما بينهم اللي هي كوزين ان. عشان امشي الباور 2 دي اجيب سكوير روت لكل ده وزي ما تطلع بالكالكوليتر. اوكي، مديك الاكس 5 سنتيمتر والواي ومديك انجل زد 2 اوفر 3 باي. شيل دي حط مكانها 180 يطلع بكام يا مستر؟ 120. يبقى انجل زد ب 120. يلا نجيب بقى الزد بكام. هتقول لي يا مستر حلها هنا تحت معلش. تقول لي الزد ايكوال روت. يلا الاول باور 2 اللي هو 5 باور 2 بلس 3 باور 2 minus 2 باي 5 باي 3 كوزين زد اللي هي كوزين 120 زي ما تطلع بقى. طيب هنا برضو من نفس الفكرة نفس المسألة مديك 3 سايدز وعايز الانجل. عايز الانجل. طيب ماشي. شيل ده من هنا كده بقى. ماشي تعالى نحل كده بقى الاكسرسايز ده كده. عندي الاكس والواي والزد عايز اجيب ذا جريتست انجل اكبر انجل قدام اكبر سايد. طب هتبقى قدام انجل مين؟ قدام سايد زد صح؟ يعني عايز انجل زد كوزاين زد ايكوال الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 ماينس الزد باور 2 اوفر 2 باي 4 باي 5. والانسر اللي يطلع لي هنا يا رجاله ها اجيب له ايه؟ ها او اجيب له شيفت كوزاين عشان اجيب الانجل دي. احسب دي كده بالكالكوليتور تطلع معايا 4 باور 2 بلس 5 باور 2 minus 6 باور 2 over تطلع ب 1 over 8 تقريبا صح؟ تطلع ب 5 over 2 by 4 by 5 ب 1 over 8 صح؟ تطلع ب 1 over 8 يبقى كوزين زد equal 1 over 8. اجيب شيفت كوزين بقى 1 over 8 بالآلة كده برضو. شيفت كوزين 1 over 8 تطلع ب 82 degree انجل زد equal 82 degree وكملت كده. اوكي. طب لو عايز الاريا انت عارف ان الاريا عبارة عن ايه؟ هاف باي اي تو سايد. اي تو سايد باي السايد الانجل اللي ما بينهم. يعني هاف باي اكس اللي هي 4 باي واي اللي هي 5 باي ساين 182 زي ما تطلع بقى. فهمت كده يا حبيبي؟ احنا كده ان شاء الله راجعنا كل حاجه تخص البيور وحاولت احل معاك اسئله كتير قوي 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 تخص البارت ده من المنهج. استنوا ان شاء الله مراجعه الميكانيكس لطلبه العلمي. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتدعوا لاخواتنا في كل مكان. سلام.